السلام عليكم ورحمة الله. مبروك المنتخب المغربي تأهل نصف نهائي كأس العالم، وهذه لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني المغربي وتاريخ المنتخبات العربية والأفريقية. الحمد لله كنعيشوا الفرحة مع هذا الرجال اللي كيتقاتلوا في التيران وديما كيقدموا مستوى اللي كيفرحنا. شكرا للوالد والطاقم ديالو على المجهودات الجبارة اللي كيديروا باش يفرحوا المغاربة كاملين، وشكرا للعبة حتى هما كاملين على المجهود اللي كيقدموا. راه ما يمكنش اللعابه كيتقاتلوا كيحطوا الريه ديالهم في التيران، اللهم بارك، و90% ديال اللعابه كنتفرج فيهم مع فريقهم، وداكشي اللي كيقدموا مع المنتخب بزاف، اللهم بارك، مقارنه مع داكشي اللي كيقدموا مع الفريق ديالهم. ونتمنى لهم التوفيق وشكرا لهم بزاف. هذه هي الروح الوطنيه رغم الاصابات الكثيره، وكنقدموا هذه الارقام، اللهم بارك. شفنا سايس ما قدش يكمل المباراه ودخل ضارب لاصو، شفنا زياش حتى هو كذلك. نتمنى انهم يكونوا واجدين الماتش الجاي ان شاء الله. حنا مازال طامعين دايرين النيه، شفنا ثلاثه الماتشات الاخرين، ثلاثه الكواري ضربوا البوطو وخرجوا. نتمناو هذه النيه الصادقه تبقى معنا حتى نجيبوا الكاس ان شاء الله. وغنتلاقاو مع المنتخب الفرنسي في الدور النصف النهائي، رغم انه قوي سنواجه برجال كاننا في الحرب. مزيان اننا فرحنا شويه، ولكن خاصنا ابتداء من غدا اننا نركزوا على المباراه امام المنتخب الفرنسي ونأجلوا الفرحه ديالنا الى حين ظفروا باللقب ان شاء الله. وعلاش لا، مشينا حتى قربنا منه نقولوا حنا لا صافي الانجاز اننا وصلنا للدور نصف النهائي ولا كيفاش؟ مباراه امام المنتخب الفرنسي، حنا في الفينال ان شاء الله نتوجوا بكاس العالم ان شاء الله. وخليكم مع هذه الفرحه والاحتفالات. الا ما شفتيش الفيديو ديال الاحتفالات اللي حطيت البارح، خلي راه تلقاه هو الاول في الصفحه. يلاه طلع